صلوا على الحبيب المصطفى. النجاح مش ضربة حظ، النجاح قرار ولا يأتي صدفة بل بالإرادة. ياما اشتغلت كتير في المعجنات واشتغلت بطرق كتير، يمكن اكتر من 10 طرق، وكل طريقة مختلفة عن التانية. ودي الطريقة الاصلية بتاعتي اللي استحالة اغيرها. اشتغلت كتير قوي بس دي طريقتي المفضلة وما استغناش عن الطريقة دي في الشغل. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول وقولوا له بتتابعوني منين، وما تنسوش تدعموا الفيديو لاني بتعب معاكم كتير وبقول لكم كل معلومه كبيره وصغيره بتعرفوها. عجينه الفطير المشلتت بتاعتنا عباره عن دقيق وميه وملح وسكر. كيلو الدقيق بياخد 550 جرام من الميه ل 600 جرام. وناس كتير بتقول لي احنا بنوزن الميه. ايوه انا بوزنها. و3 معالق كبار من السكر ما يعادل 30 جرام، ورشه ملح صغيره. وبنعجن العجينة برضو كويس جدا، بتبقى سمك العجينة طرية ومش بتلزق. ده لو العرق بتاعها قوي جدا. وبقطعها واكورها واسيبها ترتاح معايا لمدة نص ساعة علشان احنا في الصيف، وكمان العرق بتاعها بيبقى قوي. وبعمل الفطيرة كرة واحدة زي ما انتوا شايفين كده، وبفردها على الطبلية وبفرد على زيت، وخلص كل الفرد التخانة اللي فيها. وبعد كده بعمل لها تهوية زي ما انتوا شفتوا كده. انا بعمل تهويه من طرف العجينه علشان تعمل بالونه، علشان احس ان النص رق معايا وما يدوخنيش في الفرد. لو حسيت ان تخينه انا بعمل الطريقه دي ليه يا بنات، علشان لما اجي اخبط عليها من النص بتخف معايا وبتهوي كده. اقدر اتحكم في الاطراف بتاعه العجينه واقدر افردها اكتر من كده. يعني خلاص انا هويت الفطيره من النص، امسك بقى الاطراف على قد ما اقدر واخليها تبقى خفيفه وترق معايا، وتبقى التورقات كلها سمك واحد ورق واحد. يبقى كده الفطيره بتاعتي اتفردت كلها سمك واحد. بعد كده بفضي البالونه اللي انتوا شايفينها دي واحط عليها الماده الدهنيه. الماده الدهنيه بتاعتك انت، سواء بقى تعملي بسمنه فلاحي، سمنه خليط، زبده، قشطه، زي ما انت عايزه. بس لو هتعملي بقشطه يفضل تعملي معاها سمنه، علشان القشطه بتبقى فيها ماده سايله فتخلي الفطيره معاكي تورق. فلما بحط معاها سمنه بتخلي الفطيره تورق من جوه. لو عملتها بقشطه بس هتخلي الفطيره بتاعتك التورقات مش باينه وكانك ما دهنتهاش خالص ماده دهنيه. خلاص. وبلم الفطيره بقى زي ما انتوا شايفين كده على شكل تربيعه، وما بين كل ما برفع الفطيره ادهن ماده دهنيه علشان التورقات تبان معايا. خلاص كده تمام. ولو هتعملي برضو بزبده يبقى تحطي معاها زيت يا اما سمنه زي ما انت عايزه. المهم ما تعمليش بزبده بس ولا تعملي بقشطه بس، علشان التورقات تبان وفي نفس الوقت الفطيره تكون بتلمع والماده الدهنيه باينه فيها. وبلم الفطيره زي ما انتوا شايفين كده. انا ليه بقول لكم على شكل تربيعه؟ انا بفضل الطريقه دي يا بنات في لم الفطيره، ما بحبش الم الفطيره عشوائي خالص، علشان كل ما بلمها على شكل تربيعه الاطراف كلها بتبقى على الاطراف سوا واحد. وفي نفس الوقت لما اجي افردها في قلب الصاج يبقى تكون الاطراف كلها اتفردت برضو. شكل الفطيره في الاول وفي الاخر بتبقى شكلها حلو. خلاص كده تمام. وبفرد الاطراف على الاطراف زي ما انتوا شايفين كده، دي اهم حاجه. وبدهن ماده دهنيه علشان كل التورقات تبان معايا. لو جنب الفطيره اللي نازله على الطبليه ما اندهنتش هتبقى الحته ديت ماسكه في الطبقه اللي قبلها مش مورقه. تعالوا بقى شوفوا الفطيره بعد ما اتلمت بالشكل ده، كل الاطراف متساويه على بعضيها كده. تقدري تلم الفطيره بشكل متناسق وفي الاول وفي الاخر شكلها حلو. طيب لو العجينه عرقها ضعيف اعملها كره كبيره واحده واعملها على الطبليه زي ما بتعمليها كده يا شيماء. ايوه تعمليها كده بس ما تسيبهاش تريح. يعني تعجني العجينه وتخلصيها وتبداي تكوريها وتشتغليها على طول وتشتغليها على زيت. ما ينفعش ان انت تشتغليها على ماده دهنيه اللي هي سمنه او على دقيق، تشتغليها على زيت على طول وتدهنيها من جوه برضو ماده دهنيه اللي هي سمنه. ما ينفعش برضو ان انا ادهنها بزبده او اي ماده دهنيه او قشطه او اي ماده دهنيه غير السمنه. بستحلفكم بالله تصلوا على رسول الله وتدعوا لابني دعوه حلوه كده من قلبكم، لانه تعبان جدا والله العظيم كان بيساعدني. وعايزه اقول لكم ان انا محتاسه دلوقتي من غيره. ربنا يشفيه يا رب ويعافيه ويعفى عنك يا مروان يا ابني انت واللي زيك يا رب. الدقيق اللي عرقه ضعيف ما بياخدش معايا ميه كتير،
ولازم يكون سمك العجينة قاسية، ما تكونش طرية، لازم تكون قاسية علشان كمان اعرف افرده واشتغله على طول. ولازم ادهنها بمادة دهنية اللي هي سمنة او زيت او خليط سمنة على زيت، المهم علشان الفطيرة تورق معاكي وفي نفس الوقت الطبقات تبان من بعضيها. ده لو انت عجنة الفطير المشلتت وطلعت معاكي العرق ضعيف او العجينة سايحة معاكي. وكمان ما بسيبهاش ترتاح في قلب الصاج علشان برضو لما اجي احطها في قلب الفرن تقب معايا والطبقات تكون باينه من بعضها وفي نفس الوقت تطلع مورقه. ودايما بحب اشتغل بالطريقه دي على الطبليه بدل الكور الصغيره، لان ما بتاخدش معايا وقت وبتنجز كمان في الوقت والمجهود. تعالوا بقى بعد ما فردت الفطيره على الطبليه سبتها ارتاحت كويس جدا، لان العجينه دي عرقها قوي جدا، فلازم اسيبها ترتاح علشان لما اجي احطها في قلب الصاج واجي ابططها وافردها بالشكل ده تتفرد معايا بكل سهوله، وفي نفس الوقت الوش بتاعها ما يقطعش علشان لما اجي احطها في قلب الفرن ما تطلعش معايا مقشره. لو طلعت مقشره بتبقى شكل الفطيره مش حلوه. شايفين؟ اللهم صل على النبي. بتتفرد معايا بكل سهوله علشان اديتها حقها في الفرد وفي العجن وفي التاريخ وفي كل حاجه. ادهن وشها قشطه واحطها في قلب الفرن، بتقعد معايا 10 دقايق، ما بتقلش عن 10 دقايق ولا بتزيد عن 12 دقيقه. وبعد ما بتطلع من الفرن اللهم صل على النبي بدهن وشها قشطه علشان تزيد جمال وحلاوه، والطعم والريحه ما تتوصفش، والتوريق بتاعها ملهوش عدد. عايزه اقول لكم اللهم صل على النبي حاجه كده من الاخر. درجه حراره الفرن فوق المتوسط يا بنات، لو النار هاديه عليه الفطير هتطلع مصمله وناشفه معاكي، لو الفرن مظبوط عليه هتاخدي جمال وحلاوه في الفطير مفيش بعد كده. ودي طريقتي اللي ما اقدرش استغنى عنها. عايزه تاخدي الاجر والثواب ده عامل فيديو واعملي شير كتير على